الناس وقفوا مصدومين، مش قادرين يفهموا إيه اللي بيحصل حواليهم. وفي نفس الوقت بعيد عن ساحة القتال، المسؤولين والVIP قاعدين بيتفرجوا على الامتحان على شاشات ضخمة. وواحد منهم بيعلق وبيقول إن قوة المدرسة الثانوية الأولى كانت متوقعة عشان هم دايماً مسيطرين على التوب 10، وبيشير لطالب اسمه جانج مينج يانج اللي واخد المركز الأول ب412 نقطة، وبيقول إنه واضح إنه خلاص ضمن لقب أفضل طالب في مدينة جانج تشانج. مسؤول تاني بيسأل: تفتكر ممكن يدخل ضمن التوب 100 على مستوى المقاطعة؟ محدش من مدينتنا قدر يعملها بقالنا سنين. المدير جانج وين شان من إدارة التعليم بيضحك بثقة وبيقول: أكيد جو مين جانج ده ورقتنا الرابحة، وأنا واثق إنه هيكسر الرقم ويدخل التوب 100. وبعدها بيبص على مديرين المدارس الأولى والتالتة ويمدحهم على شغلهم. المديرين بيردوا عليه بتواضع: ده من فضل دعمك يا سعادة المدير. لكن المدير جانج وين وهو لسه مبتسم بيبص ناحية مدير المدرسة التانية شياو ياو بنظرة استعلاء، وبيقول له: المدرسة بتاعتكم محتاجة تشتغل أكتر شوية، أفضل طالب عندكم ترتيبه 18 بس. المدير شياو ياو بيتوتر جدا وبيبدأ يعرق، وبيقول له بصوت متوتر: تمام تمام، هنشتغل على ده يا فندم. بس جواه كان مولع غيظ، عارف إن من بين أول 50 طالب في 8 بس من مدرسته، وهو بيفكر فيهم لفت نظره اسم شو جينج مينج، وقال لنفسه: هو أنا سمعت الاسم ده قبل كده؟ مين ده أصلاً؟ سأل المدرس اللي جنبه تشان فام عن شو جينج مينج. أول ما سمع إن الطالب الضعيف ده داخل التوب 50، وشه وقع من الصدمة وفضل يمسح عرقه. فضل يقول لنفسه: ده كان مصنف إي رانك، مستحيل يكون مخبي قوته. بس رجع قال: مستحيل، ده تهريج. بص على الشاشات بنرفزة، لكن للأسف الكاميرات مخصصة لأول 10 بس، يعني مش شايف شو جينج مينج بيعمل إيه. وفي ساحة الامتحان نفسها، شو جينج مينج كان وصل للمنطقة المركزية اللي فيها خطر أعلى دي كتير. ماشي بهدوء وسط الشوارع، رجله بتدوس على إزازة مكسورة، وبيفتح بار طاقة ياكله، وهو بيلاحظ إن عدد الوحوش قل. عارف إن ده معناه إن الوحوش المصنفة بقت أذكى وعندها وعي بالمناطق بتاعتها، فبقت أقوى وأصعب. وفجأة حس بحاجة، عينه ضيقت وقال بهدوء: الهدف وصل. ثواني وطلع نمر ضخم مخطط من وسط كومة عربيات مقلوبة. ده كان نمر الشفرات، وحش من الرتبة الأولى معروف بالعظام الحادة في دراعاته. شو جينج مينج واقف مكانه ثابت مبتسم بثقة وبيقول: حظي حلو النهاردة. رفع رمحه وقال بحماس: الوحش ده اختبار مثالي لتقنيتي الجديدة. النمر زقر وهجم بكل قوته. شو جينج مينج لسه هادي، مسك رمحه ودافع بمهارة رهيبة. لف الرمح بسرعة وصد الهجوم لدرجة إن النمر رجع خطوة لورا. بس شو جينج مينج ما تأثرش خالص، وبابتسامة مستفزة قال: هو ده كل اللي عندك؟ باين إنك محتاج تبقى ملك النمور عشان تخليني أتعب شوية. الكلام ده استفز الوحش اللي زقر بغضب، بس شو جينج مينج قال: خلاص، انتهت اللعبة. هجم بسرعة خاطفة، رمحه بقى زي خيط نور، وضرب النمل في كتفه ضربة غويطة. الوحش صرخ من الألم، بس شو جينج مينج مكمل ثابت وهادي. النمر عينه بدأت تلمع بلون أزرق غامق، ووقف على رجليه الخلفية، زقر زعير مرعب ورفع دراعاته اللي مليانة شفرات. شو جينج مينج اتفادى بحركة خرافية، استخدم عمود النور كأنه نقطة ارتكاز ولف حواليه وضربة مضادة قاتلة. نزل على الأرض بخفة وقال: واضح إنك مش هتستسلم، بس خلص بقى. بدأ يشحن رمحه بطاقة زرقاء وصرخ وهو بيقول: تقنية الرياح الكهربائية. ولف الرمح بسرعة جنونية وخرج منه دوامات من النور والطاقة. الهجوم قطع النمر بالكامل، والنمر صرخ صرخة أخيرة قبل ما يقع على الأرض ميت. الساعة الذكية بتاعته أصدرت إشعار: تم القضاء على وحش النمر المدرع من الرتبة الأولى، بلس 14 نقطة قدرة. ابتسم وقال: نقطة الرتبة الأولى ضعف الوحوش العادية تقريبا. ساعتها أدرك إن المكان اللي الناس شايفاه خطر هو شايفه كنز، وقال لنفسه: أنا لازم أستغل كل فرصة واصطاد أكبر عدد ممكن من الوحوش القوية. في القاعة، المدرسين بيتابعوا الترتيب المباشر والجو مشحون توتر. الترتيب أظهر إن شو جينج مينج بقى في المركز 32 ب 328 نقطة. مسؤول بص على تشان فان وسأله:
الطالب ده من عندك؟ وفجأة الكل بقى مركز عليه. المدرسين بدأوا يمدحوه. ده واضح إن فصلك قوي جدا، إزاي طلعت طالب كده؟ وهو واقف مش مصدق اللي بيحصل. المدرس تشان فان اتلبش من كتر المديح وبدأ يضحك بتواضع. ده مش أنا والله، ده مجهود الطلبة نفسهم. بس كلامه اتقطع فجأة لما واحد صرخ: بصوا على الشاشة. الكل التفت. ترتيب شو ديانج مينج طار لفوق تاني، من المركز 32 بقى 25. واحد من المسؤولين صرخ مذهول: ازاي في ثانية واحدة جاب 44 نقطة؟ المدير جانج وين بدأ يحسبها في دماغه. وحش غير مصنف قوي يساوي 6 نقاط. وحش من الرتبة الأولى تقريبا 14 ل 16 نقطة. المدير شياو ياو وشه شاحب وهو بيكمل الحساب وبيقول: ده يعني في 4 ثواني بس قتل 5 وحوش من أعلى الفئة، أو 3 من الرتبة الأولى. ده جنون. المدير جانج وين ابتسم وقال بانبهار: من زمان ما شفناش أداء زي ده. وبص على المدير شياو ياو: الولد ده مشروع عبقري حقيقي، ازاي عمرك ما سمعت عنه؟ المدير شياو ياو اتلخبط وقال: بصراحة أنا لسه عارف اسمه دلوقتي، لازم نسأل مدرسه. ونادى على تشان فان بسرعة وقال له بتوتر: قول للمديرين كل حاجة عنه، خصوصا موهبته. المدرس تشان فان واقف قدام كبار المسؤولين عرقان ومتوتر. هو صحي على قدرة من الفئة إي، كهرباء ضعيفة جدا. المدير صرخ: إيه؟ أنت متأكد؟ المدرس قال بثقة: أكيد يا فندم، أنا حتى نصحته ما يدخلش الامتحان عشان قدرته ضعيفة جدا. المدير جانج وين بدأ يهتم أكتر وقال: لو عنده قدرة إي ووصل للمرحلة دي يبقى وراه سر تاني، أكيد عنده حاجة استثنائية. وبابتسامة غامضة وقال: نستنى شوية، قريب جدا هيبقى في التوب 10، وساعتها هنشوف بنفسنا هو بيعمل إيه. وبنبرة جدة أضاف: بس لو بيغش العواقب هتبقى وخيمة. ثواني بعدها عيون تشان فان وشياو ياو اتفتحت على الآخر. اللقعة اتحدثت تاني. شو جينج مينج دخل التوب 10، المركز التاسع، وتحت منه في المركز 12 بنت اسمها تانج تشي، بنت عمه. وجوه ساحة الامتحان تانج تشي قاعدة على جثة وحش ضخم، ديلها وودن القط باينين وهي مبتسمة بخبث. أكيد هو اللي دمر قاعة الفنون المرطية. وفي نفس الوقت جو مينج اللي كان الأول لمح الاسم الجديد في الترتيب. قال لنفسه باستغراب: في وش جديد دخل التوب 10 ولسه باقي 6 ساعات، عمري ما سمعت عنه قبل كده. وبما إن شو جينج دخل التوب 10، الكاميرا المخصصة راحت عليه. الكل في القاعة بيتفرج عليه وهو بيقتل وحش من الرتبة الأولى برمحه بسهولة مرعبة. ولما الوحش وقع ساعته سجلت بلس 14 نقطة جديدة. قال بهدوء: المنطقة دي أسرع في جمع النقاط، واضح إن دي الطريقة الصح. وبص فوق وشاف الدرون وضحك وقال: كده أنا دخلت التوب 10. وقف فوق جثة الوحش وقال لنفسه: الامتحان ده مش بس قوة، ده كمان شهرة. مفيش داعي أخفي قوتي بعد كده، التوب 10 مجرد البداية. فتح النظام بتاعه وشاف الرمح بقى تقنية متقدمة وعنده 312 نقطة قدرة، بس لسه ما ترقاش للمستوى الأعلى. قال بإحباط بسيط: يبقى الترقية مش بالنقاط، لازم طريقة تدريب خاصة، مش هقدر أعملها دلوقتي. فقرر يعزز صفاته الأساسية. رفع القوة البدنية بلس 40 والروحانية 22. اتنفس بعمق وقلب حماس: تمام، دلوقتي أقدر أروح للمنطقة الأساسية. وصل هناك والمنظر كان جحن. 9 نمور مدرعة بياكلوا جثة وحش ضخم شبه الوحيد القرن. شو جينج مينج واقف على بعد خطوة وقال بابتسامة: الوليمة بدأت. لكنه حس بوجود تاني. قال بهدوء: اطلع، أنا عارف إنك مستخبي. وخرج جو مينج من ورا الركن بابتسامة إعجاب. حاسة قوية جدا، ما كنتش متخيل اللي دخل التوب 10 هو أنت. شو جينج مينج قال له برود: عرفت اسمي إزاي؟ جو قال: أنا حافظ كل المنافسين اللي ممكن يدخلوا المنطقة دي، وأنت الوحيد اللي طلعت فجأة من المجهول. رفع سيفه وقال: كنت براقب قطيع النمور، ناوي أهاجمهم. شو جينج مينج قال له بنبرة حذرة: هتسرق الوحوش بتوعي؟ جو ضحك وقال: لا يا راجل، بس القطيع ده فيه 9 نمور ومعاهم ملك النمور المدرع، محدش يقدر عليهم لوحده، نتعاون؟ شو جينج مينج ابتسم بسخرية وقال كلمتين بس: مش محتاج. ومشي بخطوات واثقة قدام النمور. كلهم بصوا عليه وزقروا بصوت مرعب. ملك النمور اتحرك، وقف على الجثة وزقر كأنه بيقول: ده مداني. شو جينج مينج ضيق عينه وقال: زي ما توقعت،
متقسمين في تشكيل معقول كويس. واحد من النمور هجم فجأة، بس شو جينج مينج ما اتحركش، ماسك رمحه بثبات. لف الرمح بسرعة رهيبة لدرجة إن شكله بقى دايرة شفافة، وبضربة واحدة خرجت موجة ضخمة من إطاقة مزقت الهجوم كله. النتيجة 3 نمور اتقطعوا في ثانية واحدة. الدم مال الشارع والإشعارات نزلت ورا بعض، بلس 14 بلس 14 بلس 14. جو مينج اللي مستخبي ورا بيت عينه وسعت من الصدمة. ده مش إنسان، ده وحش. ملك النمور زقر بغضب لدرجة إن الزجاج في العمارات اتكسر. حتى جو مسك دماغه من قوة الصوت، بس شو جينج مينج واقف في وسط العاصفة ولا كأن في حاجة حصلت. قال بهدوء: الصرحة دي يمكن تخوف غيري بس مش أنا. النمور هجمت عليه من كل ناحية، بس شو جينج مينج كان بيتحرك النمور هجمت عليه من كل ناحية، بس شو كان بيتحرك زي البرق، بيرد الهجمات بدقة مميتة. قفز فوق ظهر واحد استخدمه كمنصة، لف في الهواء وهو في الجو صرخ وضرب الملك ضربة فوق دماغه. الرمح نزل بقوة خارقة، شق الجمجمة نصين. النمر وقع ميت. الإشعار جه بتم القضاء على ملك النمور المدرع زائد 20 نقطة قدرة. جو مينج وقع على ركبته مذهول. ده ازاي؟ لوحده؟ وشو ابتسم وهو شايف النقاط بتزيد بجنون. جميل، ولسه الامتحان مخلصش. قرر يدور على فريسة تانية، لكن جو خرج جري وقال له: استنى، ازاي قدرت تعمل كده؟ قدرتك تقوية جسدية. وشو وهو بيقفز بعيد قال بهدوء: كهربا. جو مسك شعره وقال بغضب: كهربة ايه يا عم، انت بتستهبل؟ فتح ساعته بسرعة وعينه وقعت على الكارثة. شو جينج مينج 1122 نقطة، جو مينج 985 نقطة. سرح جو بصوت عالي: ازاي؟ أنا بقيت التاني؟ وفي قاعة المشاهدة الدنيا اتقلبت. المدير جانج وين واقف مبسوط جدا وقال: الولد ده عبقري بحق، شوفوا مهارته بالرمح، ده فخر المدينة. وخبط على كتف شياو ياو وقال: بعد الامتحان مدرستكو ليها معاملة خاصة. المدير شياو ياو عينيه دمعت وقال: أخيراً المدرسة التانية طلعت نجمها. بعد 3 ساعات في المنطقة الأساسية، جو مينج ماشي تايه. فين الوحوش كلها؟ صوت وراه قال له: اسأل للطالب الأول الجديد. بص وراه لقى بنت عمه تانغ شي ومعاها وانها ومينج دي. تانغ قالت وهي بتشير للشوارع الفاضية: شو جينج مسح المنطقة كلها، مفيش وحش واحد باقي. جو اتصدم وقال: مستحيل، شخص واحد؟ تانغ ضحكت وقالت: بص على ترتيبه دلوقتي. فتحت الساعة والكل اتجمد. شو جينج مينج 3435 نقطة. تانغ قالت بهدوء: يعني قتل حوالي 200 وحش في المنطقة دي لوحده. جو حس بعرق بارد بينزل من جبينه وقال بصوت واطي: ده ما كانش خايف حد يسرق منه الوحوش، ده كان ناوي يحتكر المنطقة كلها. وانها قال: فضل وقت قليل، احنا قررنا نخش أعمق منطقة في النواة. هناك في وحوش من الرتبة الأعلى، حتى ملوك من المستوى التاني. مينج دي رفع سلاحه وقال: انضم لينا، لوحدك هتموت. جو قال بحماس: تمام، اعتبروني معاكم. وفي لقطة هادية فوق سطح مبنى تحت ضوء القمر، شو جينج مينج قاعد فوق كومة جثث الوحوش، الرمح مغروس جنبه، نفسه تقيل والإمدادات خلصت. بص للسما وقال بهدوء: لسه ما طفتش عطشي، لازم أتعمق أكتر.